السلام عليكم. وانا في مزرعه النهارده في احد اخواني الحاج خالد عمل كام فكره كده احب استعرضها لحضراتكم. الفكره ان هو جمع ازايز الدواء زي ما انتم شايفين اهوت. جمع ازايز الدواء سواء كانت البلاستيك بتاع الدواء الاطفال بتاعه الشرب دهيت، دهيت ازاز الدواء بتاعه الفلاجيل دهيت، وبدأ يعمل احجام خشب الحجم دهوت والحجم دهوت، وبدأ يجيب الغطيان زي ما انتم شايفين اهوت. بدأ يجيب الغطيان ويحط فيها في الاربع جوانب اهوت. الغطا بتاع الازازه دهيت حط فيه مسمارين، وهنا مسمارين بمسمارين، وهنا بمسمارين، وهنا بمسمارين، وهيبقى بدأ هات واحده كده. بدأ بعد ما جاب حته خشبه مربعه اهوت، حط الاربع غطيان، غطا 2 3 4 وهوت، وحط مسمارين هنا في النص سمرهم وبدأ اهوت نلف اهوت الازازه اهوت. اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، معلش انا مش مالك التليفون تالت واحده، رابع واحده اهيت، وبيستخدمها في السقايات في للمسقى اهي زي ما انتم شايفين اهي. بعد ما اتعملت قلبنا السقايات الازايز بالخشبه اهي، بدأ بالوضع دهيت، وبيحط عليها السقايه اهي. عمل طبعا من الفكره دهيت 3 احجام، حجم اهوت، وحجم تاني اهوت، وحجم تالت اهوت، وحجم رابع اهوت. وممكن في الحجم الصغير نشيل الازايز دهيت، نشيل الازايز دهيت اهوت، ونستخدم الغطيان الغطا اهوت 1 2 3 4 اهوت. وفي العمر الكبير شويه نحط اهوت، ديت خشبه بالغطيان تحت، وديت الغطيان بالازايز اهي. ديت الغطيان بالازايز، وديت الغطيان بس. ديت فكره ممكن نرفع بيها المسائي والمعالف بتاعتنا. حبيت برضو افيد حضراتكم بيها، خصوصا انا شفتها هنا عند احد مربين الدواجن. وبرضو عامل شفت برضو حاجات تانية بس هو ما عادش بيشتغل بيها. جايب حتت خشب زي دهيت ويعمل لها حتت تخانات كده في 4 جوانب عشان يرفع بيها للسقايات والعلافات. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله اتواصل مع حضراتكم.